في فرق بتشارك في دورات رمضانية بتكون حريصة كل الحرص إن الفريق كله يبقى لابس نفس التيشيرت. لا الهدف حفاظ على رعاية ولا براندات ولا الكلام ده. الهدف بيبقى بسيط جدا، إن الفريق ده عاوز يوصل انطباع جيد عن الفريق. طيب يجي بقى تخيل إن فريق مصري بيدي اللاعب في الفريق أكتر من 30 مليون جنيه في الموسم، بيلعبوا ماتش رسمي في بطولة أفريقية لابسين تيشيرتين مختلفين، واحد براعي والتاني من غير راعي، واحد جديد والتاني قديم. لا ويطلع لك واحد زي ميدو ولا الغندور واكلين بليله يقعدوا يقولوا لك ازاي الاهلي بياخد رعايه اكتر من الزمالك. يا ابني هو فين احترافيتك؟ فين علامتك التجاريه؟ فين ان الراعي يثق فيك؟ الراعي يثق فيك ازاي وانت اصلا مش حاطط الراعي بتاعه على التيشيرت بتاعك؟ انت ازاي كده؟ انتوا بتفكروا ازاي؟ حرام عليكم، ما تجنناش. انت السبب الوحيد اللي بيخليك تاخد تاني اكبر عقد رعايه بعد الاهلي هو ان اسمك محطوط جنب الاهلي كوصيف تاريخي ليه. شخبط عن كده.